بيبدأ فيلم الرعب مع بنت صغيرة اسمها سيتا بتشتغل في مخبز بتاع أسرتها، وبتكون عايشة مع أبوها وأمها وأخوها عادل في نفس المكان. وساعتها بيوصل مجموعة من الأطفال للمكان وبيفضلوا يتريقوا على عادل، وبيظهر إن عادل شخص جبان جدا ومش بيقدر إنه يرد عليهم. فبتروح سيتا تتخانق مع الأطفال وبتطلب منهم يخرجوا من المحل، وبتتعصب على عادل وبتطلب منه يدافع عن نفسه وما يكونش شخص جبان ويسيبهم يتريقوا عليه. وساعتها بيظهر شخص غريب قدام المحل وبيكون لابس سماعات في ودانه ومش مركز مع اي شخص في المكان، وبيدخل المحل. فبيستغرب عادل من طريقته وبيرحب بيه وبيسأله لو يقدر يساعده، فمش بيرد عليه وبيكون شكله مريب جدا وبيفضل يكح وكأنه مريض. فبيجيب له عادل كوباية مية، وساعتها بيرفض الشخص انه يتكلم معاه وبيديله الشريط اللي هو بيسمعه وبيقول له انه سجله بنفسه عشان يصدق اللي بيحصل جواه. فبيستغرب عادل ومش بيكون فاهم اي حاجة وبياخد منه الشريط، وبيكمل الشخص الغريب كلامه وبيقول له ما يخرجش من المحل بأي شكل. فبيخاف عادل من كلام الشخص ده وبيفضل مصدوم لحد ما بيخرج الشخص الغريب من المحل. وبيدخل وقتها 3 تانيين للمكان، فبيحاول واحد منهم يسرق فلوس من الدرج بتاع الفلوس. فسيتا بتمنعه انه ياخد الفلوس، فبيقول لها انه كل فلوسهم اتسرقت ومحتاجين فلوس عشان يركبوا القطر. فبتنادي على عادل اخوها عشان يلحق الحرامية، لكنه بيكون خايف وبيفكر في كلام الشخص الغريب. وساعتها بيجي ابوه وامه وبيخرجوا ورا الحرامية عشان يرجعوا الفلوس، وفجأة بيحصل انفجار قدام المحل وبيخسر ابو عادل وامه حياتهم. وبيروح الطفلين على اسم الشرطة عشان يتحقق معاهم في اللي حصل، وبيعرفوا من الاخبار ان الشخص الغريب كان لابس متفجرات على جسمه كله وانه عمل انفجار كبير في المدينة، ناس كتير خسروا حياتهم بسببه. وبيوصل بعدها المحقق عشان يحقق معاهم، فبيسألهم عن الشخص الغريب وبيعرف من عادل انه دخل المحل. فبيسألوا المحقق لو كان اتكلم مع حد فيهم، فبيكون عادل عايز يعترف انه اتكلم معاه، ولكن سيتا بتلاحظ الشريط في ايد عادل وبتعرف منه انه خده من الشخص الغريب. فبتاخد الشريط منه وبترد على المحقق وبتعرفه ان الشخص الغريب دخل المحل وخرج تاني من غير ما يتكلم مع حد منهم. وبتخرج بعدها من مكتب التحقيق وبتشوف قدامها الجثث مرمية على الارض، فبتخاف وبتتصدم من عدد الجثث وبتحاول تعدي من وسطهم من غير ما تدوس عليهم، ولكنها بتتكعبل وبتقع قدام واحدة من الجثث. فبتخاف جدا وبيقع الشريط من ايديها في الدم، فبتاخده بسرعة وبتقوم تاني عشان ترجع على المحل وتسمع الشريط. ولما بتشغل الشريط بتتصدم وبتسمع اصوات صريخ لناس كتير جدا، وبيكون في اصوات غريبة ولكن كلها مش واضحة وباين انها مش اصوات بشرية. وفجأة بيظهر من وسطها كيان بيقول من هو ربك. فبتخاف سيتا واخوها وبيقفلوا الشريط بسرعة. وبعد كام سنة بتكون سيتا في المدرسة في حصة دينية، وبتشرح لهم المدرسة عن القبر وبتقول لهم ان اي حد في القبر بيتسأل 3 اسئلة، اولهم من هو ربك، واللي ما بيعرفش يجاوب على الاسئلة دي بيضيق عليه القبر بتاعه وبيحصل له حاجات مخيفة جدا. فبتستغرب سيتا وبتتناقش مع المدرسة عن اللي بيحصل في القبر وفي الاخرة وقت دخول الناس للنار. فبتتصدم المدرسة من سؤالها وبتلومها لان ايمانها مش قوي. وساعتها بتشك سيتا في المدرسة بتاعتها وبتقرر انها تهرب من المدرسة عشان تدور بنفسها في الموضوع وتكتشف ايه اللي بيحصل في القبر. وبتهرب من المدرسة بسرعة وبتدخل جوه الغابة، وهناك بتقابل اخوها عادل وبيظهر انهم كانوا بيخططوا عشان ينزلوا قبر ويكتشفوا ايه اللي بيحصل جواه. فبيحاول عادل يغير رأيها ويقنعها انهم ما يدخلوش القبر، لكنها بترفض. وبيكونوا واقفين وقتها قدام نفق غريب في الغابة، فبيطلب منها عادل ما يعدوش لان النفق مليان بالكائنات الشريرة، ولكنها بتفضل مصممة على اللي في دماغها. وبيدخلوا هما الاتنين جوه النفق، فبيفتح عادل كشاف النور وبيظهر انه خايف جدا وعايز يرجع. وفجأة بيتقفل الكشاف وبيتفرقوا هما الاتنين عن بعض، وبيكون النفق ضلمة ومخيف جدا. وساعتها بتسمع سيتا اخوها وهو بينادي عليها، فبتجري بسرعة ناحية مصدر الصوت وبتشوف قدامها ولد صغير قاعد على الارض. فبتسأله هو مين وبيعمل ايه في النفق، فبيقول لها الولد الصغير ان اسمه اسماعيل، ولكن صوته بيكون مخيف وكأنه كيان شرير. فبتخاف سيتا جدا وبتطلع تجري من النفق لحد ما بتخرج الناحية التانية. وبتشوف وقتها اخوها عادل والمدرسين وبتعرف انهم اتقفشوا ومش هيعرفوا يهربوا. وبترجع معاهم سيتا على المدرسة وبيلبسوها في الوقت ده طرحة حمراء بدل طرحتها البيضة عشان يعاقبوها على هروبها وتكون عبرة لباقي البنات في المدرسة. فبتسأل سيتا وقتها المدرسة عن اسماعيل، ولكن المدرسة مش بترد عليها وبيبان انها خايفة جدا. وتاني يوم بيكون كل البنات ماشيين في المدرسة ولابسين ابيض فابيض ما عدا سيتا لابسة طرحة حمراء بسبب انها متعاقبة. وبيوصل مدير المدرسة واللي بيكون اسمه إلهام، وبيظهر انه شخص طيب وبيصرف على كل البنات والولاد في المدرسة. وبالليل بتنادي مديرة المدرسة على المدرسة أمايا وبتطلب منها تتكلم معاها، وبتعرفها ان إلهام عايز ياخد معاه عادل قبل ما يمشي. فبتتصدم ومش بتكون موافقة على كلامها وبتفكرها انه خد اسماعيل قبل كده، ومن وقتها اختفى اسماعيل بعد ما خسر حياته. وبيظهر وقتها ان سيتا سامعة كل حاجة، فبتفهم ان حياة اخوها في خطر وبتقرر تروح له بسرعة
بسرعه عشان تنقذه قبل ما يحصل له اي حاجه. فبتشوف الهام ورجالته في طريقهم لمكان عادل عشان يخطفوه قبل ما يهرب من المكان. وساعتها بتحاول سيتا تدافع عن اخوها ولكنها بتفشل انها تعمل اي حاجه، وبيحبسها رجاله الهام في اوضه في المدرسه. وبمجرد ما بيمشوا بتكسر سيتا شباك الاوضه وبتهرب. وبتقابل في طريقها اومايا، فبتديها اومايا هدومها وفلوس وبتطلب منها تهرب بسرعه. فبتتحرك سيتا للغابه وبتحدف طوبه على عربيه الهام في الغابه. فبتقف العربيه وبينزل الهام يشوف مصدر الطوبه، وبتستغل سيتا الوقت ده وبتاخد اخوها من العربيه بسرعه وبيهرب من المكان قبل ما حد يشوفهم. وبيدخلوا هما الاتنين جوه النفق، وهناك بتشوف سيتا اسماعيل مره تانية وبيختفي اخوها. فبتخاف جدا وبتسمع اسماعيل وهو بيطلب منها المساعده، فبتجري بسرعه من النفق لحد ما بتلاقي اخوها عادل مره تانية وبيهربوا. وبعد سنين كتيره بتكبر سيتا وبتكون شغاله ممرضه في مستشفى، وبيظهر انها بتخطط عشان تنزل القبر، وبتشتغل ممرضه عشان تقرب من المرضى وتعرف اسرار عن حياتهم وتختار اكتر واحد فيهم كان بيعمل ذنوب في الدنيا وتنزل معاه القبر عشان تكتشف اللي هيحصل له بعد ما ينزل. وبعد ما بتخلص شغلها في المستشفى بتشتغل في دار رعايه للمسنين، وفي دار المسنين بتهتم براجل عجوز اسمه واهيو، وبيظهر انه مريض جدا لدرجه انه بينسى حاجات كتير ومش بيعرف يتحكم في اعصابه. ده غير انه مش بيحب اولاده، واولاده هم كمان مش بيحبوه، ورافض انه يرجع يعيش معاهم في نفس الوقت. وبتضطر سيتا تكذب على اولاده وتقول لهم ان ابوهم محتاج يكون في الدار وقت اطول. وبيظهر بعدها ان سيتا بتصور العجوز واهيو وهو في نوبات التعب وبتحتفظ بالفيديوهات معاها، وبيبان انها بتخطط عشان تنزل مع واهيو القبر بمجرد ما يخسر حياته. وتاني يوم بتروح مع اخوها عادل لدفنة واحد من المرضى اللي كانوا بيتعالجوا في المستشفى، وهناك بيقول لها عادل لو كانت ناويه تنزل مع الشخص ده القبر، فبترفض وبتعرفه انها ناويه تنزل القبر مع اكتر شخص شرير هي قابلته في حياتها، ولكنها بترفض تقول له مين هو. وبترجع مره تانية على دار المسنين، وهناك بتقرا اخبار عن الشخص المجهول اللي فجر القنبله في اهلها زمان، وبتعرف من الاخبار انه كان بيشتغل في مصنع قبل ما يفجر نفسه والناس اللي كانوا موجودين حواليه. وبيبان وقتها انها كانت بتدور طول السنين اللي فاتت عشان تنزل القبر وتعرف حقيقه اللي بيحصل في القبر. وبتنام وقتها وبتشوف ذكرياتها مع اهلها في الماضي، وبتكون حزينه جدا وعايزه تنتقم من اللي خلص عليهم، وتتاكد بنفسها ان اللي خلص على اهلها هياخد جزاته في القبر وفي الاخره. وبيكون ساعتها عادل في طريقه للبيت بتاعه، ولما بيوصل هناك بيكتشف ان مفتاح الشقه مش بيفتح، فبتفتح له مراته الباب وبتتخانق معاه وبتطلب منه يطلقها لانه مش مهتم بيها، وبيبعت لها فلوس بس، وبترمي له الشنطه بتاعته فبياخدها عادل وبيسيب البيت وبيمشي. وبتكون لحظتها سيتا في دار المسنين وبتسمع صوت التليفون بتاع واهيو، فبتروح له وبتسمع صوت الفيديوهات اللي كانت بتصورها له وهو في نوبات التعب، وبتتصدم لما بتكتشف انه عرف حقيقتها وانها كانت بتراقبه طول الفتره اللي فاتت. وبيصرحها واهيو انه ملحد وانه مش بيؤمن باي حاجه ومش بيتضايق منها لانها بتكذب عليه وبتستغله، وبتصوره وهو تعبان عشان تبتزه. وبيوصل وقتها عادل المكان وبيكون جاي عشان ينام في دار المسنين عشان ما عندوش مكان يبات فيه. وبيسمع وقتها سيتا وهي بتقول الحقيقه لواهيو وبتقول له انها عارفه عنه كل حاجه، وانه الهام مدير المدرسه اللي كانت فيها زمان هي واخوها، وانه كان بيصرف عليهم عشان ياخد الاولاد الصغيرين ويتحرش بيهم وبعدها يخلص عليهم، وانها دورت وراه طول السنين اللي فاتت وعرفت كل حاجه عن الاطفال وعن اسماعيل الولد اللي خلص عليه ورماه في النفق من كام سنه. فبيتصدم الهام وبيفتكر بعدها كل حاجه، وبيعرفها انه فاكرها هي واخوها وانه فعلا كان بيعمل كده، وغلط غلطات تانية كتير في حياته حتى مع اولاده الاتنين لدرجه انهم بيكرهوه جدا وهو كمان بيكرههم. واثناء ما بيتكلموا بيتعصب عادل بعد ما بيسمعهم وهما بيتكلموا عنه، فبيجري على واهيو وبيضربه وبيمسك رقبته عشان يخنقه وينتقم منه على اللي عمله معاه زمان، ولكن سيتا بتمنعه وبتطلب منه ما يخلصش عليه عشان ما يدخلش السجن. فبيسيبه عادل فعلا، وبيجي وقتها باقي المسنين على صوت الهام وهو بيصرخ، فبيشوفوا الهام وهو بيطلع المسدس بتاعه من درج المكتب وبيقول لهم انه ارتكب ذنوب كتير في حياته وما بقاش عايز يعيش وقت اطول، وبيدخل المسدس في بقه وسط صدمه كل الموجودين وبيخلص على نفسه برصاصه واحده. وتاني يوم بيغسلوا الهام عشان يدفنوه، وبيكون عادل وسيتا موجودين في الدفنه، وبمجرد ما بيمشوا من العزاء بتقرر سيتا تنفذ خطتها وبتنزل القبر مع الهام، وبتقول لعادل انها هتقعد في القبر لحد الفجر وهتاخد معاها كاميرا تصور كل اللي هيحصل تحت، وبتطلب منه ما يبعدش عن القبر، وبتاخد منه الكاميرا وبتطلب منه يقفل عليها. فبيسألها عادل لو كانت خايفه انها هتنزل القبر جنب جثه الهام، لكنها بترفض ترد عليه، فعادل بيقفل عليها القبر، وبمجرد ما بيتقفل عليها بتشغل الكاميرا عشان تصور كل حاجه. وفي الوقت اللي بتصور فيه سيتا اللي بيحصل جوه القبر بيكون عادل قاعد قدام القبر وبيشوف تعبان ضخم بيقرب من القبر، فبيخاف جدا وبيكون عايز يهرب من المكان ولكنه بيرفض يهرب عشان خاطر اخته. وتاني يوم بتطلع سيتا من القبر وبتستغرب ان مفيش حاجه حصلت تحت الارض، وبتتوقع ان الشخص الغريب اللي قابلوه زمان كان ساحر وان مفيش حاجه بتحصل للناس الشريره، وبتقرر انها تطلع في لقاء صحفي عشان
عشان تحكي للناس عن مغامرتها في القبر، وبتدي لعادل كارت الميموري عشان يعرضوا على فريق الاعداد بتاع البرنامج. وتاني يوم بتطلع سيتا في البرنامج وبتقول ان إلهام من اكتر الناس الشريرة اللي تعرفهم، وكانت مستنية انه يشوف نتيجة كل اعماله بمجرد ما ينزل القبر، ولكنها لما نزلت معاه لاحظت ان مفيش اي حاجة اتغيرت وان الموضوع عدى بسلام. وبتطلب من المذيعة انها تعرض الفيديو، فبتعرضه ولكنهم بيتصدموا بفيديو غير اللي صورته سيتا. فبتتعصب سيتا وبتقطع المقابلة وبتروح لفريق الاعداد تتخانق معاه، فبيقول لها ان ده كارت الميموري اللي خده من اخوها عادل قبل البرنامج. فبتسيب البرنامج وبتمشي وبتروح تتخانق مع اخوها عادل لانه غير الكارت. فبيرد عليها عادل وبيلومها لانها السبب في كل حاجة حصلت لهم في حياتهم، وانها زمان لما كانوا في المخبز قالت لابوها عن الناس اللي سرقوا الفلوس من المخبز، وبسبب اللي عملته ابوها وامها خرجوا من المخبز واتفجرت فيهم القنبلة وخسروا حياتهم. فبتتعصب عليه سيتا وبتقول عنه شخص جبان وانه دمر حياتهم بسبب خوفه، وبتقرر انها تسيبه وترجع لدار المسنين مرة تانية عشان تكمل شغلها. وبالليل بتمسك صورتها مع ابوها وامها وبتفتكر كلام عادل ليها، فبتنهار من العياط. وفي الاثناء دي بتسمع صوت إلهام وهو بينادي عليها، فبتمشي ورا مصدر الصوت وهي خايفة جدا لحد ما بتوصل لأوضة واحد من المسنين، وهناك بتشوف كيان شرير واقف في الأوضة وبيفضل يشاور لها الكيان على المكان اللي تتحرك فيه لحد ما بتشوف قدامها ست عجوزة اسمها ناني. فبتجري عليها سيتا وبتسألها عن السبب اللي مخليها تخرج من أوضتها، وبتعرف منها ان جوزها موجود في الأوضة مع واحدة من الممرضات. فبتدخل سيتا بسرعة الأوضة وبتتصدم لما بتشوف جوز ناني وهو مع واحدة من الممرضات. وبيخرج الراجل العجوز بسرعة من الأوضة وبيجري ناحية ناني عشان يراضيها، ولكنها بترفض تتكلم معاه. وبتروح بنفسها لأوضة الغسيل عشان تغسل هدومها، ولما بتوصل هناك بترمي كل هدومها جوه الغسالة وبتخلع خاتم الجواز بتاعها. ولما بترجع تبص على الخاتم مش بتلاقيه، فبتشك انه موجود جوه الغسالة وبتدخل بدماغها جوه الغسالة. ولما بتحاول تعدي بجسمها بتشغل الغسالة من غير ما تقصد وبتبدأ تلف الغسالة بيها وهي جوه. فبتحاول ناني تخرج بسرعة ولكن شعرها بيتعلق في مروحة الغسالة وبيفضل يتشد لحد ما بيتشد شعرها كله وبيتخلع جلد وشها من مكانه وبتخسر حياتها. وفي الوقت ده بتسمع سيتا صوت إلهام مرة تانية وفجأة بيظهر جنبها وبيفضل يصرخ. وبتقوم سيتا من النوم وبتكتشف انها كانت بتحلم وبتكون خايفة جدا. ولما بتفوق بتروح تقابل واحدة عجوزة اسمها جوينا، وبتعرف من جوينا انها بتقدر تتواصل مع الارواح. فبتقرر انها تتواصل مع روح العجوزة ناني عشان تطلب منها تسامح جوزها واللي بيكون اسمه باندي. وبعد شوية بيتجمع 4 عواجيز على ترابيزة في نص الأوضة، وبتكون جوينا محضرة كل الطقوس الخاصة بتحضير الارواح. فبتقعد سيتا معاهم على الترابيزة وبيمسك كل واحد منهم ايد التاني. وبعد شوية بتحضر روح ناني وبتلبس جسم جوينا وبتبدأ تتكلم معاهم، وبتطلب من جوزها يخلص على الممرضة عشان تسامحه وما يحصلوش حاجة في القبر. وفي الأثناء دي بتلاحظ جوينا ان سيتا مش مصدقاها، فبتقول لها تقفل عينيها. وبمجرد ما بتقفل عينيها بتشوف قدامها العجوزة ناني وهي بتتكلم معاها، فبتخاف وبتفضل تصرخ وبتروح تفتح الشباك بسرعة عشان تنور الأوضة. وبتطلب منهم يخرجوا بسرعة من الأوضة ومش بتكون مصدقة اللي بيحصل. وبتقف جوينا في الأوضة وبتبدأ تتكلم معاها بصوت أخوها عادل، وبتطلب منها تنقذ إسماعيل الطفل اللي قابلوه في النفق وهم صغيرين. فبتستغرب سيتا ومش بتكون فاهمة تساعده ازاي، وبتستغرب ان جوينا عرفت اسم اسماعيل. وبتبدأ تصدق ان جوينا بتقدر تتواصل مع الأرواح من العالم الآخر. وبيكون عادل وقتها في المشرحة بيغسل جثة الراجل عجوز، وبيسيب الجثة وبيروح يحط حاجات في الدولاب بتاعه قبل ما يرجع للجثة مرة تانية. ولحظتها بتتحرك الجثة من مكانها وبتكون في طريقها لعادل. فبيشوف عادل الجثة وهي بتتحرك وبيحاول يهرب بسرعة من المشرحة، ولكن الباب بيكون مقفول ومش بيعرف يخرج. وبيلاحظ ان الجثة بتقرب منه كل شوية، فبيحاول مرة تانية يفتح الباب ولكنه بيفشل. فبيجري بسرعة على الدولاب وبيستخبى هناك، وبيحاول انه يفتح باب الدولاب مرة تانية. فبيلاحظ ان مفيش اي حاجة غريبة في المشرحة. ولما بيقفل الباب مرة تانية بيشوف جوه الدولاب مجموعة من الجثث، فبيخاف جدا وبيفضل يصرخ وبيطلب من اي حد يساعده ويهربه من المشرحة. وفي دار المسنين بتكون سيتا قاعدة بتتكلم مع ممرضة تانية اسمها لاني، وبتقول لها لاني انها كانت مصابة في رجلها من وهي صغيرة، وانها وقعت في حب العجوز باندي لانه كان بيحبها حتى وهي مصابة. واثناء ما هما بيتكلموا بيدخل عليهم باندي وبيحاول يطعنها بالسكينة، فبيهربوا هما الاتنين بسرعة من المكان وبيحاولوا يقفلوا الباب عليه وهو جوه. وبيظهر وقتها باقي المسنين في الدار وبيهجم واحد منهم على لاني وبيطعنها بالسكينة. فبتقع لاني على الارض وبتشيل السكينة من بطنها وبتطعن نفسها لحد ما بتخسر حياتها. وبيقول ساعتها العجوز لسيتا انها السبب في تغيير العالم وبسببها نهاية العالم قربت. فبتروح بسرعة تتفرج على التلفزيون وبتشوف في الاخبار ان في ناس كتير جدا نزلوا القبر زيها وقدروا يشوفوا حاجات من اللي بتحصل تحت، وبتتصدم لما بتعرف الحقيقة. فبتجري بسرعة من الدار وبتروح لمكان القبر بتاع إلهام، وبتفضل تحفر في القبر لحد ما بتنزل مرة تانية مكان الجثة، ولكنها بتتصدم لما مش بتلاقي الجثة موجودة. وفجأة بيتقفل عليها
القبر. فبتخاف سيتا جدا وبتفضل تصرخ وبتنادي على اخوها عادل عشان ينقذها، وبيبدأ المكان من حواليها يوسع. فبتقوم تتمشى تحت الارض وتستكشف المكان، ووقتها بتشوف قدامها كائنات شكلها غريب جدا، وبتفضل تنادي عليها وبتصرخ بصوت مخيف. وبيظهر قدامها عادل وبيطلب منها تساعد اسماعيل الولد اللي قابلوه زمان. فبتفضل سيتا تصرخ ومش بتكون عارفه تساعده ازاي، لحد ما بيظهر قدامها كيان شرير ومخيف لونه اسود، وبيظهر شبح لراجل غريب بيطلب منها تؤمن بالله وباللي بيحصل في القبر. فبتجري سيتا بسرعه لحد ما بتشوف قدامها عدد كبير من الارواح بيطلبوا منها تساعد اسماعيل. فبتمسك ايد اسماعيل وبتعرف منه ان في روح بتجري وراه. فبيجروا هما الاتنين بسرعه لحد ما بيقفوا قدام بير نازل لتحت الارض. فبيطلب منها اسماعيل تنزل معاه البير، وبيطلب منها تثق في ربنا وتنط معاه. فبتقفل سيتا عينيها وبتنط جوه البير من غير ما تفكر، وبتفقد الوعي في وقتها. ولما بتفوق بتلاقي نفسها في القبر جنب إلهام، وقت تدخلها معاه القبر اول مره بعد جنازته على طول. وبتشوف جنبها جثه إلهام وفي تعبان داخل جوه القبر. فبتخاف سيتا جدا ولكنه ما بيقربش منها، وبيروح على جثه إلهام وبيدخل جوه بقه. وفجاه بتسمع صوت بيساله الاسئله الثلاثه اللي ما كانتش واثقه انهم موجودين فعلا. وبيفضل الصوت يساله نفس الاسئله ولكنه مش بيرد عليه. فبيظهر قطعه حديد ضخمه وبتفضل تضرب إلهام في وشه، وكل ما دماغه تتدمر بترجع لطبيعتها مره تانية، وبترجع قطعه الحديد تضربه مره تانية. وبيخرج التعبان من بقه وبيتحول لعدد كبير من التعابين وبيهجموا كلهم مره واحده على إلهام. فبتفضل سيتا تصرخ وتنادي على اخوها عادل عشان ينقذها ويفتح القبر، وبتوجه كلامها للكاميرا وبتطلب ان حد يساعدها عشان تتوب وترجع لربنا. وبتبدا تدعي وتقول اسال الله رب العالمين ان يغفر لي كل ذنوبي. وبتفضل تكرر الدعاء وإلهام بيقرب منها لحد ما فجاه بيفتح عادل القبر وبيخرجها بسرعه، وبيظهر انه مصاب في عينيه وفي باقي جسمه. وبتستغرب سيتا من شكله لكنها مش بتهتم، وبتاخده وبيهربوا من المكان بسرعه. وفي الطريق عادل بيقع على الارض من التعب وبيرفض انه يكمل هروب معاها. وفجاه بيظهر صوت من مكان غريب وبيسالها سؤال واحد بس: من هو ربك؟ وبعد فترة بيكون في ست عجوزة بتتفرج على فيديو الإلهام لما كان في دار المسنين. وهنا بيخلص الفيلم.